كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله من 8 أشياء. وقبل أن نبدأ إذا استفدت لا تنسى المتابعة والمشاركة، فالدال على الخير كفاعله، وبسم الله نبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل المسجد في غير وقت صلاة، فوجد أبا أمامة مضطجع، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجده جالس في المسجد مضطجع، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي أراك مضطجعا في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، ديون لزمتني وهموم لحقتني، أي ما أقعدني في هذا المكان يا رسول الله إلا الهم والدين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصية العظيمة، قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله، ومن منا لا يريد هذا؟ قال: علمني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال هذا الصحابي: فلازمت هذا الدعاء ففرج الله همي وقضى ديني. فلازم هذا الذكر وارسله لإخوانك، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسى المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.